السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تسبق الكل وتوصل بدري؟ عشان تسبق الكل لازم تعمل حاجة غيرك ما عملهاش او معرفش يعملها، لان مش كل الناس تقدر على الانضباط، ومش كل الناس تقدر على تمن النجاح. أول حاجة لازم تركز عليها هو عقلك وطريقة تفكيرك. طبعا لازم تفكر خارج الصندوق، لازم تبقى مختلف، لأن 90% من الناس بيفكروا بنفس الطريقة. الناس كلها بتقلد بعض، فانت لازم تنفصل عن القطيع. ابدأ بدري ورتب أولوياتك، بس الأهم من إنك تبدأ بدري إنك تبدأ صح. احسن ما تبدأ بدري ولا تشتغل اسرع انك تبدأ صح، لان في ناس بتبدأ بدري وبيهلكوا نفسيهم في الطريق الغلط. ما ينفعش ما يكونش ليك خطة، ما ينفعش تصحى من النوم كل يوم تقول انا هعمل ايه النهاردة. لازم يكون عندك بلان ماشي عليها، لازم يكون عندك خطة كاتبها على مدار الشهر وعلى مدار الاسبوع وعلى مدار اليوم الواحد. اللي عايز يوصل بدري ما ينفعش يضيع وقته في التشتت، لازم يبقى عارف هو عايز ايه وعارف هو هيعمل ايه. ما بيضيعش وقته على السوشيال ولا التفاهات خالص، لان هو ما عندوش وقت لده اصلا. طالما اخترت ان لازم تتغير واخترت انك تكون مختلف، يبقى لازم تسترجل. اللي عايز يوصل مش بيقول لكل حاجة تجيله، لازم تقول لا. لازم تقول لا للحاجة اللي انت مش عايز تعملها، لازم تقول لا للحاجة اللي هتضيع وقتك حتى لو كانوا صحابك. طالما صحابك ما عندهمش نفس الهدف بتاعك يبقى هما مش شبهك. ماشي معاهم ليه؟ لو فضلت ماشي مع صحاب السوق كلها مسألة وقت وهتبقى زيهم. ابدأ وانت ساكت واوصل وانت ساكت، ما تخليش حد يعرف عنك حاجة. حتى لو بدأت متأخر ما تقلقش، هتقدر توصل وتسبق الكل لو ركزت، لأن كل الناس ملهية في السوشيال والتفاهات والخروجات. فما تقلقش، يعني أخصامك أضعف مما تتخيل. مش عايزك تقلق من المستقبل طول ما انت بتسعى بانضباط، بس لازم تشتغل على نفسك حتى وانت مش متحفز. ابني طريقك واحسب خطواتك كويس، اشتغل بصمت وساعتها هتسبق الكل. وبكده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.